الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يسرنا اليسر وجنبنا العسر. اللهم يسرنا اليسر وجنبنا العسر. اللهم يسرنا اليسر وجنبنا العسر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ موضوع النهاردة جديد، إزاي نكون شخص هادئ. يعني ما نغضبش، ما نتعصبش، مش أي شيء يثير غضبنا ويستفزنا. في كذا حاجة كده إحنا لازم نعملها عشان نوصل لمرحلة الهدوء، عشان نوصل لمرحلة التحكم في أعصابنا والتحكم في انفعالاتنا. بداية إحنا طبعا بنستعين بالله عز وجل، والموضوع ده محتاج تدريب مننا شوية. يعني مش النهاردة أنا كنت شخص عصبي وبتنرفز بسرعة، هاجي بكرة أكون شخص هادئ تماما. طبعا ده مش بيحصل بين يوم وليلة، محتاج تدريب مننا واستعداد. يعني لازم يكون عندنا استعداد ان احنا نوصل للمرحلة اللي هي مرحلة التحكم في المشاعر، ان احنا نكون اهدى والطف واكتر شعور بالراحة وعدم القلق والتوتر والعصبية والنرفزة والكلام ده كله. طيب، بداية في خطوات كده لازم نعملها. أول خطوة هنعملها إن إحنا أي موقف يقابلنا نتصرف بيه بحذر أكتر. يعني دلوقتي في موقف حصل قدامي دلوقتي، بلاش نتصرف بعفوية. طول ما أنا لسه موصلتش لمرحلة الهدوء لازم أفكر شوية قبل ما أصدر أي رد فعل أو أي تصرف. أدي لنفسي وقت، أتصرف بحذر، مش طول الوقت أول ما يحصل موقف على طول رد الفعل جاهز عندي. ده اللي بيستفزنا، وده اللي بيخلينا دايما ننمي عندنا حالة العصبية والنرفزة والغضب و تاني حاجة نستخدم لغة جسد تدل على اللطف وعلى الهدوء، ودي عملية تدريبية كأني بعمل تمرين رياضي وبتمرن عليه. طول الوقت أكون قاعد في حالة استقامة، يعني مفرود كتافي مفرودة، تعبيرات وشي هادية مريحة، عليها ابتسامة بسيطة. ده كله بيدي شعور لينا إحنا قبل ما يدي شعور للآخرين بالهدوء. الشعور بالهدوء مهم جدا. لغة الجسد هتساعدنا كتير جدا ان احنا نكون في حالة استقرار وهدوء افضل. معظم الناس اللي بتلاقيهم هجومي صاخبين وعندهم حالة الهجوم والكلام ده، بتلاقي ليهم تعبيرات كده على وشهم كلها هجوم. انفعالاتهم حركاتهم كلها بتبدي نوع من حالة الغضب والنرفزة والاستعداد أصلا للغضب. يبقى لازم نركز جدا في موضوع لغة الجسد ده،
مهم جدا جدا جدا. لما اجي كمان فيما يخص لغة الجسد، ان احنا ممكن لغة الجسد تكفينا عن الكلام. يعني انا مش طول الوقت كل فعل لازم ليه رد فعل عندي، مش لازم كل كلام يتقال ليه كلام عندي لازم اطلعه. ممكن رد الفعل بوشي بجسدي تعبر عن الكلام من غير ما اتكلم. حد بيحاول يثير غضبي ويستفزني، اذا انا ابتسمت واديت لغة جسد اللي هي الواثقة، اللي هي المفرودة، اللي هي القاعدة مش بتهز رجليها، مش بتقرقط في ضوافرها، مش بيلعب في شعره، ما بعملش التصرفات دي. لا، انا بكون مجرد ما الشخص ده قال كلام يستفزني، انا في حالة هدوئي كأني ما اديش اي رياكشن على وشي غير ابتسامة خفيفة، واكتر من كده ما اعملش. استقامة جسمي وظهري، قعدتي ما تبقاش محنية، القعدة نفسها تكون قعدة كده واثقة، دي هتديك شعور الثقة اكتر والهدوء اكتر. ابتسم حتى لو انت مش عايز تبتسم او ما عندكش الشعور بالابتسام، ده هيهدي عندك حالة التوتر إذا حصل فعل يستفزك أو يضايقك ويخرجك عن حالة الهدوء. حاول تبتسم حتى، أو حاولي تبتسمي حتى لو أنت تشعري بعدم الرغبة في الابتسام. هيدينا ده كمان حالة استرخاء، واحنا محتاجين في طريقنا عشان نمرن نفسنا على الهدوء، محتاجين ان احنا نتمرن على الاسترخاء. وهنقول ازاي في طريقنا واحنا بنتكلم. النقطة اللي بعد كده مهم جدا ان احنا نتحلى بالصبر والرزانة وقلة الكلام. يبقى نعود نفسنا كده على الصبر، مش كل ما حد يعمل تصرف او يقول كلمة تخصني او ما تخصنيش انهار واتعصب واغضب. نتعلم، وده بيجي بالتدريج، نتعلم الصبر والرزانة وما نتكلمش كتير. نحاول بقى نكسب ود وثقة الآخرين بأن احنا يكون عندنا أمانة، ويكون حوارنا مباشر. يعني أكون مؤتمن ومباشر، ما لفش ودور. دايما الناس اللي بتلف وتدور وتلاقيها خاينة أو مش صادقة، يعني بتكذب كتير أو كده، تلاقيهم متوترين، في حالة قلق، في حالة خوف وعدم راحة. هو مش مستقر. هيجيب الهدوء منين؟ هو طول الوقت بيكذب، طول الوقت بيخون بقصد في الأمانات. يعني ما عندوش أمانة في الكلام. لما يجي يحكي لك أو يسرد لك حاجة ما يحكيش كما يجب. ممكن يشيلك من حد ويزعلك من حد، لأن هو مش أمين في كلامه. الشخص اللي مش مباشر الملاوع دايما متوتر وقلقان. يبقى لازم عشان أنا أكون إنسان هادي لازم أكسب ود الآخرين بإني أكون أمين صادق مباشر. عايزين نهدى، لازم نقرأ. القراية، نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ. استمتع كده بالقراءة واقرأ كتير جدا. إن أنا أثقل فكري وعقلي بالعلم هيخليني هادي غصب عني، غصب عني إن أنا أشغل وقت ليا في اليوم ولو 10 دقايق، ولو هقرأ صفحة للقراءة. أختلي مع نفسي في مكان بفنجان قهوتي كده، ولا كوباية الشاي، ولا أيا كان، في مكان هادي في بيتي، وأخلق لنفسي جو ممتع عشان أقدر أقرأ واستمتع بالقراءة وأقرأ. لو أنا ما كنتش بقرأ خالص ولسه هبدأ أقرأ في حاجات تشدني، شيقة بالنسبة لي،
شوية شوية كتاب هيجر كتاب، هتلاقي القراءة بقت شيء أساسي في حياتنا. القراءة فعلا لها تأثير رهيب على النفس وعلى العقل وعلى تمسكنا بهدوء أعصابنا. النقطة اللي بعد كده لازم نسمع أكتر. يعني إحنا في حوار لازم أكون مستمع جيد، وده بنحاول نقوله لولادنا ونعلمه لنفسنا ولكل حبايبنا. اسمع أكتر ما تتكلم، هتستفيد إن شاء الله. وخلي دايما جلوسك مع المثقفين اللي يشدوك كده للعلم ويشدوك كده للكلام المفيد، مش للهلس والكلام الفاضي. جاوب على قد السؤال. عايز تبقى هادي، متكلمش كتير، ومش كل الأسئلة يتجاوب عليها، وبرضه ما تسألش كتير. مش المفروض ان احنا نسأل عن اللي يخصنا واللي ما يخصناش، ونتكلم في اللي يخصنا واللي ما يخصناش. نفس الشيء احنا ما نقبلش ان نتسأل عن اللي يخصنا قوي واحنا مش عايزين نجاوبه، مش مفروض علينا ان احنا نجاوبه. من الحاجات اللي بتساعد على الهدوء وبتخلينا نتحلى اكتر بحالة استقرار الرياضة. مش بنقول بقى يعني كل الناس تروح جيم، وفي ناس تقدر تروح جيم، عندها الوقت، عندها القدرة ان هي تعمل ده. في ناس تانية لا. يبقى عندي افضل رياضة في الدنيا ممكن اعملها، اتمشى. لو هنزل اتمشى حوالين البيت، لو هتمشى داخل الشقة بعد كل صلاة، بعد كل فرض اتمشى 10 دقايق في الشقة، اعمله كجدول كده. هخرج برا اتمشى حوالي تلت ساعة، مش كتير. اتلكك لأي شيء ان انا انزله عشان اتمشى. قلنا مفيش ده ولا ده، نقدر نتمشى في الشقة بعد الصلاة، بعد كل صلاة. ليه بقى مهم قوي ان احنا نلتزم بالرياضة واحنا بنبسطها وبنقول رياضة المشي؟ لانها هتسبب حاجات كتير جدا مهمة لينا. اولا هتخفض مستوى هرمونات يعني التوتر عندنا، وهتظبط لنا كده التنفس عندنا، وهتظبط حاجات كتير. من ضمن الرياضات المهمة لينا التنفس الجيد بعمق. اتنفس كويس، اخد نفس اكتمه شوية واطلعه واحدة واحدة. اللي هو التنفس بعمق ده الناس اللي ما بتعملوش خالص، تبدأ ب3 عدات، تكتم، تعد 3 عدات وتطلعه في 4 عدات. نكتمه جوه ونطلعه في 4 عدات. تمرين التنفس ده على فكرة مهمة قوي 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 قوي، ان انا ادخل اكسجين كتير. الاكسجين زي ما احنا عارفين هو اكسير الحياة. احنا بنخلي الاكسجين يجي على السطح بس كده، ما بيدخلش جوه كويس، بالتالي الاجهزة مش بتبقى شغالة كويس. اذا زاد الاكسجين عندنا ده هيحسن كتير من حالتنا المزاجية والصحية. الناس اللي مش عارفة تخس هتخس بتمرين التنفس. الناس اللي بتتوتر وتقلق لو عملت تمرين التنفس هتهدى. لو في امتحان، في موقف صعب، في وقت غضب، وعملت تمرين التنفس ههدى غصب عني. من الحاجات برضو اللي بتساعد على الهدوء وان اكون شخص هادي النوم الجيد بالليل. النهار للعمل والليل للايه؟ للنوم. لازم انام لا يقل عن 7-8 ساعات. اقل من كده هتبقى شخص غاضب، نرفز، اقل شيء هيغضبك، لان انت بتاخدش كفايتك وراحتك. يعني كفايتك من الراحة والنوم. النوم بالليل مهم جدا، مهم لأبعد ما تتخيل. كل الجسم بتاعنا ده قايم بنأنشطه بكله على ان انا انام بالليل واصحى بالنهار. السهر ده ضد كل حاجة، يعني اذى بصراحة.
عشان ننعم بالهدوء، هدوء الأعصاب، ننام بدري. مش هنقول ننام 8 9، ننام أقل حاجة مثلا 11 12، حلو جدا. 8 ساعات نصحى الصبح نشتغل العمل النهار قصدي للجد والعمل والاجتهاد إنما الليل للسكون والراحة. احنا بنقلب الطبيعة ونرجع بعد كده نلاقي نفسنا أعصابنا بتبوظ بسرعة، ونلاقي نفسنا أي شيء بينرفزنا ويغضبنا بسبب ايه؟ ان احنا ما بناخدش كفايتنا من الراحة. النقطة اللي بعد كده، في ناس من اكيد لكل حد فينا اصدقاء. في من الاصدقاء دول نوعية هادية مريحة، لما تتكلم معاها بتحس ان انت بتهدى، بتحفزك على ان انت تبقى هادي. حاول تدردش معاهم من وقت للتاني. الناس العصبية الغاضبة على طول ما يعني مش هنقول تجنبهم، بس حاول ما تحتكش بيهم كتير، لانهم بيأثروا علينا، بنكتسب منهم غصب عننا. النقطة اللي بعد كده الاسترخاء. لازم نحاول في خلال اليوم كده يكون لينا وقت نبعد فيه عن الضوضاء والصخب والصراخ والدوشة والكلام ده. حتى لو هتمشى في جنينة جنبي أو بعيد عني شوية، لازم نمشي شوية كده في الطبيعة من وقت لآخر. وإن قدرنا نقعد كده في المكان الهادي ده ونبص على الطبيعة ونريح كده ذهننا شوية، ده هيساعد كتير جدا على إن احنا نبقى أشخاص هادية. هي الخطوات تبان كتيرة لكن سهلة، وبالتدريب وبالتعود إن شاء الله هنكتسب صفة الهدوء. ادي فرصة لفمك يسترخي، مش طول الوقت شادين بقنا ومش طول الوقت بنتكلم. في نقطة بقى تاني حلوة قوي ومهمة قوي، خليك صادق مع نفسك. تحلى بالصدق، ما تتحملش شيء او يكون جواك شيء وتظهر شيء تاني. تبقاش انت جواك مشاعر وتخرج مشاعر تانية. لما قلنا مهما حد ينرفزنا احنا قاعدين باستقامة ومبتسمين والكلام ده مش معناه ان انا اكبت مشاعري. المقصود هنا ان انا من وقت للآخر بطلع مشاعري بصدق. ما يبقاش حد انا ما برتاحلوش واجبر نفسي على اني اتعامل معاه واتأذى من التعامل معاه وابين له ان انا مبسوط. لازم يكون هنا في صدق مع نفسي، عشان الحاجات دي بتعمل ضغط، تعمل حالة من عدم الارتياح. بنلاقي فيه مشاعر عدم راحة وانت عمال تكبتها او عمالة تكبتيها وعمالة تضغطي على نفسك وتتعاملي غصب عنك. نحاول المشاعر اللي جوانا نطلعها بهدوء. مش بنرتاح لحد ما نتعاملش معاه كتير، اكيد بيأذينا. بمنتهى الحكمة والعقل كده، من غير ضرر، من غير غلط، من غير عصبية، حاول نقنن التعامل معاه. نتقبل مشاعرنا ونتعامل معاها بوعي وحذر. وفي نقطة هنا بمناسبة المشاعر، ما جيش أبقى مفرط في مشاعر العاطفة والحاجات دي وفي الآخر ألاقي نفسي اتضريت أو اتأذيت بإني اتصدمت أو اتخذلت. مشاعر دي تطلع للي يستحقها، تطلع بحذر، تطلع بوعي، تطلع في وقتها. ليها أوقات، مش أمشي كده عمال على بطال أشوف أي حد أتعاطف معاه، أي حد أديله أسراري، أكلمه عن حياتي. ما ينفعش، لأن كده أنا بعرض نفسي للصدمات وللخذلان.
مهم قوي ان احنا طول الوقت نكون حركات جسمنا هادية. يعني احنا قلناها في بداية الكلام، ما بيبقاش قاعدين عاملين يا نهز ايدينا يا نهز رجلنا، يا ماسكين حاجة بنلعب فيها، يا بنتحرك، يا بنلعب في شعرنا، يا بنقرقط في ضوء. ايه ده كله توتر. ده احنا كده بنوتر اللي قدامنا كمان، اللي بيتكلم معانا او اللي قاعد. حتى لو قاعدين في مكان عام وحد قاعد قدامي هو نفسه هيتوتر، فما بالنا احنا اللي بيصدر عنه الفعل ده بيكون شخصية متوترة جدا وقلقة جدا جدا، هيبقى هادي ازاي؟ ابطل هز رجلي ما باي شكل من الاشكال، ابطل. كل ما افتكر ان انا بهز رجلي اوقفها، ما ارقدش في ضوافري، ما العبش في شعري، ما اتحركش كتير، ما العبش في حاجه موجوده حواليا. مش كل حاجه موجوده امسكها العب فيها، عشان نهدى. طب انا حد استفزني قوي قوي وغصب عني، شكلي هخرج من حاله الهدوء اللي انا بحاول يعني اظهرها لنفسي وللي حواليا. اعمل ايه؟ احاول ما ابصلوش، دي اول حاجه. ابص في مكان تاني، ما تواصلش معاه بالعين، ما يبقاش في تواصل بيني وبينه. احاول اقطع التواصل، اشغل نفسي باي شيء اخر، او افتح موضوع تاني خالص، او اعمل حوار مع حد. في النهاية عشان احافظ على استقراري النفسي، ما اخرجش عن شعوري واغضب واصدر تصرف اندم عليه بعدين. نحاول لما نيجي نسلم على حد نسلم بهدوء، وفي نفس الوقت بقوة. يعني ايه بهدوء وبقوة؟ يعني مش لازم ندخل نكون اي حد نعرفه او ما نعرفوش ناخد عناق مش عارفة ايه. لا، هو دايما يكون بالايد بس الايد تكون ايه، صلبة شوية، مش ضعيفة، مش اسلم بهذيان، عشان اشعر نفسي ان انا قوي مسيطر على المواقف. مش قوي ان انا همشي اخبط في الناس، لا، ان انا مسيطر على نفسي، ده المقصود. اشجع نفسي على ان انا اجلب المشاعر الايجابية. يعني طول الوقت احاول ادي لنفسي مشاعر ايجابيه، بكلامي بقى لنفسي، لنفسي مش شرط للناس، بان انا طول الوقت ادخل افكار ايجابيه، ابعد عن كل التفكير سلبي، اطرده بره خالص. لاني الافكار السلبيه والتفكير في الاشياء المؤذيه والمؤلمه والماضي الاليم واللي حصل والموقف الصعب وده وده وده، طول الوقت بعمل شحن لنفسي، لأفكاري والمشاعري والعقلي، وطول الوقت هكون مشحون، وبالتالي هكون شخص غاضب مستفز طول الوقت. يبقى فين الهدوء اللي أنا هنعم بيه؟ عايز هدوء، يبقى لازم أدخل أفكار إيجابية، مشاعر إيجابية طول الوقت. أكافئ نفسي لما أجد من نفسي تطور، تغيير للأفضل. أقل شيء أشوفه من نفسي بيتحسن أكافئ نفسي عليه. لازم كل ما هو إيجابي أدور عليه، أجري وراه، عشان يزيدني هدوء وثقة. خلينا عمليين واحنا بنستخدم أفكارنا. نستخدم الأفكار في اللي ينفعنا، مش اللي يأذينا ويضرنا ويضر صحتنا. عايزة أقول إن في حاجات كده بتساعد، يعني حاجات طبيعية نقدر ناخدها تساعدنا على الهدوء أكتر، من الأكل، من الشرب، من الحاجات اللي بنشربها يعني على مدار اليوم. يعني مثلا الحليب الدافي ده بيهدي جدا. ما تحس إن حد، شخص، ابنك أو زوجك أو ده أو ده هيبدأ يتعصب، كوباية حليب دافية ولو فنجان. الكريز من الحاجات اللي بتهدي الأعصاب جدا. الشاي الأخضر
بيهدي الأعصاب. السلق، الجبنة الموتزاريلا، ما تحس إن في حالة توتر كده حصلت، أسفة، حصلت حالة توتر كده في البيت أو حد شخص في البيت لقيناه متوتر وقلقان وحالته صعبة وكده، جبنة موتزاريلا، نعمل بيتزا ونحط عليها نكتر فيها الجبنة الموتزاريلا، أو نعمل حاجة فيها جبنة موتزاريلا أيا كان هما بيحبوا إيه. الجبنة الموتزاريلا من الحاجات اللي بتهدي الأعصاب جدا على فكرة، وبتخليك كده يعني تساعد على إفراز هرمون السعادة. الرز بلبن، الرز البني، سوري، الرز البني. الأسماك الدهنية وأوميجا 3 نكتر منها قدر ما نستطيع، حلوة جدا جدا جدا، بتساعد على هدوء الأعصاب، بتساعد على إن العقل والذاكرة يشتغلوا أحسن، أفكارك بتساعد. والله الأكل والحاجات اللي بنشربها واللي بناكلها بتأثر جدا على طبيعة أفكارنا وعلى حالتنا المزاجية بشكل غير عادي. أوميجا 3 نكتر منها قدر المستطاع. فيتامين ه أو اللي هو إيه، نقصه بيسبب القلق والتوتر. يبقى أنا معنى كده فيتامين ه أحاول أشوف الأكل اللي فيه فيتامين ه، أو أخد كبسولات فيتامين ه اللي هي إيه، مهمة 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 للغاية. حاجات بسيطة وسهلة، ونقدر جدا جدا نحافظ على هدوءنا بالحاجات البسيطة اللي احنا قلناها دي. هتفرق معانا جدا. تدريب بسيط جدا نقدر نعمله يوميا، نتعامل مع نفسنا فيه كتدريب عملي، هنلاقي نفسنا مع الوقت زي ما اكتسبنا العصبية والغضب هنرجع تاني نكتسب الهدوء والاستقرار، وهنبعد عن القلق والتوتر والكلام ده كله. موضوع سهل وإن شاء الله يكون مفيد. أتمنى إن احنا جميعا ننعم بالهدوء والراحة والطمأنينة، ونبعد عن كل شيء يثير غضبنا أو عصبيتنا أو يثير قلقنا وتوترنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.